طب ايه؟ ولا هتنزل نسخ وهتطلع قاعد كده؟ طب ايه؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكون دايما بألف خير. طيب يا اخواتي، أنا النهارده جايب لك تحديث فاجر بمعنى الكلمة يا اسطى، منشن جماعي، عكس رسائل، دارك مود، جوست مود، حرفيا النسخة مطرشة. تمام، وقت طيران فيها اضافات بتحرق اي نسخة بمكالمة، بترمي فيروسات، النسخة دمار الدمار الدمار. تمام. فقبل اي حاجة كده انا عايزك تصلي على النبي كده في كومنت. تمام. باخرهم من سمع اسمي ولم يصلي عليه عبد الصلاة والسلام، انزل صلي على النبي في كومنت وما تطنش. تمام. وبعد ما تصلي على النبي كده يلا بينا لايكك واشتراكك الفاجر في القناة، عشان خلاص هنتبقى على 1500. تمام. ويلا بينا بقى نخش على الجوانا على طول. قبل اي حاجة كده بقى، قبل ما اوريك النسخة والكلام ده كله، انا عايز افهمك يا اسطى طريقة التثبيت الصح. تمام. عشان في ناس كتيرة، أنا نزّلت النسخة اللي فاتت، النسخة شغّالة بدون أي مشاكل، ما فيهاش مشكلة. تمام. وناس كتيرة ما عرفتش إن هي تشغّلها. ليه؟ بسبب إن هُم بيثبّتوا النسخة غلط. هتقول لي إزاي يا عم؟ ما أنا لو باثبّت غلط النسخة مش هتثبّت معايا. هاقول لك لا يا اسطى، أنت في تريكاية بتعملها غلط، وتعالَ أفهّمك التريكاية دي بتتحل إزاي. تمام. أول حاجة بس كده تعالَ نخش على قناة اليوتيوب، وطبعًا ألف شكر على 1450 متابع، وبإذن الله، بإذن الله مكمّلين لحد ال1.000.000 متابع. عارف أنا باحلم بعيد أوي. تمام. بس إن شاء الله في أقرب وقت هنوصل 1500، ليكم مني هدية جامدة أوي. تمام. تمام. طبعًا الفيديو ده لو ما اتفرجتش خش اتفرج عليه، جبت لك حل نهائي لمشكلة الطول والنهار. تمام. وحرفيًا النسخة موت، موت يعني، وبتطلّع أرقام، وفي ناس كده طلّعت أرقام وكلمتني. تمام. طيب، بالنسبة، ثانية واحدة كده أجيب لك النسخة بس. بُص يا حبيب قلبي، النسخة دي أنا نزّلتها تمام، عشان بعديها الناس تنزّل النسخة دي. تمام. أنا نزّلت النسخة دي، وكان طبعًا النسخة ما كانش فيها أي مشاكل، واللي ثبّتها كان عارف الكلام ده، النسخة اشتغلت بدون أي مشاكل، وكل الأرقام سجّلت فيها، ولا بيجيب لها انهيار ولا الكلام ده، ولا التطبيق توقّف عن العمل ولا الكلام الفاضي ده كلّه. تمام. عشان بعد كده نزّلت لكم النسخة دي عشان تنزل فوق النسخة الأساسية، اللي هي يعني نزّلت لك النسخة دي عشان تنزل فوق دي. تمام. تمام. طيب، عمومًا أنا هاوريك دلوقتي تثبت النسخة إزاي بطريقة صح. تمام. علشان ما تواجهكش مشكلة. طيب، تعالى كده يا حبيب قلبي أوريك أول حاجة إحنا بننزل اللينكات فين. تمام. لو دخلت هنا كده، تمام، دي بإذن الله القناة بتاعتنا الجديدة على الواتساب. تمام. بإذن الله كل التحديثات وكل حاجة هنزلها لكم هنا. تمام. زي ما أنت شايف يعني، أنا بعد ما نزلت الفيديو، تمام، نزلت لكم اللينك أهو، لينك التحميل أهو. تمام. ده بالنسبة لنسخة إيه؟ الطول والنهار. طيب، انا هلاقي اللينك فين اللي يدخلني على القناه لو انا مش منضم فيها؟ هقول لك، انت لو دخلت على اي فيديو عندي كده، وليفترض مثلا ده اخر فيديو، اول فيديو احنا حاطين فيه اللينك بتاع القناه. تمام. تمام. وطبعا الف شكر على الكومنتات العسل ديت، والله العظيم الكومنتات دي كلها في قلبي يا جدعان، وربي الكومنتات دي كلها في قلبي. طبعا اتواصلت مع الشخص اللي هو كسب. تمام. واخد الايه، الاكونت بتاعه. تمام. ال- النمبر. تمام. تعالَ بُص يا حبيب قلبي، أنت هتدوس على كلمة المزيد دي. تمام. لو أنت يا اسطى بتعرف تحل، تعرف تنزّل النسخة وما عندكش أي مشكلة، عادي قدّم في الفيديو، ما عنديش أي مشكلة. تمام. بس حابب أقول لك إن الفيديو باسورد، فبراحتك. تمام. هتنزل تحت كده شوية يا اسطى، هتلاقيني سايب لك إيه، كل اللينكات، يعني لينك كبار الواتساب بتاعنا، تمام، ولينك الشات لو عوزت أي حاجة، ولينك قناتي اللي هي قناة الواتساب. تمام. وعندك هنا لينك التحميل تحت، هتدوس على لينك التحميل طبعًا هيدخّلك على لينك القناة على الرسالة مباشر. تمام. دوس على عرض القناة كده. ماشي. هيدخلنا على اللينك مباشر. تمام. تمام. تنزل تحت كده سنة هتلاقي لينك التحميل اهو، هتدوس عليه هيدخلك على قناة التليجرام. بس عايز اقول لك ان لينك قناة التليجرام ده مش هيشتغل معاك غير لما تعمل انضمام في القناة. تمام. او زي ما انت شايف جاب لك النسخة اللي في الفيديو على طول اهي. تمام. انت بتدوس على النسخة تنزلها، وهوريك بعد ما تنزلها هتظهر لك ايه. نفترض مثلا انا هنزل نسخة طول النهار تاني. تمام. وطبعا ألف شكر برضو على 2500 مشترك عندنا على التليجرام. مش عارف ليه التليجرام أعلى من اليوتيوب، مش فاهم صراحة. تمام. ويا ريت يا جدعان نشد شوية في الريتش، أنا بصور الفيديو دلوقتي مع إن التفاعل حتى لسه ما جابش السطرين، ودي عيبة في حقنا. خلي بالك التفاعل بتاع الطول نهار كان جايب فوق التلات سطور، أو فوق السطرين، كان جايب 3 سطور حاجة زي كده يعني. استنى كده لما نرجع فوق لحد ما النسخة تنزل.
فين كنت جايبين 3 سطور تفاعل، مالكوا بقى نمتوا ليه؟ ماشي، عامة تعالى ننزل تاني على النسخة اهي. هتدوس على الملف كده يا اسطى، تمام، فهيظهر لك فتح باستخدام الزي ارشيفر. طبعا انت لازم تنزل البرنامج ده وتخش تديله صفحة التخزين، تمام، هتديله مرة واحدة فقط، هتظهر معاك النسخة بالشكل ده. طيب طبعا نسخة الواتساب مش هتبقى بالشكل ده، هقول لك الشكل بتاعها هيبقى ازاي. تمام، اول حاجة يا اسطى انا هي كده بس اخش على الملف واوريك الملف بشكله عامل ازاي. تمام، ثانية واحدة ثانية واحدة معلش، أنا عارف إن الفيديو ده بيطول بس معلش. هيظهر لك الملف بالشكل ده، هتديله مشهد كده، تمام، وهتخش على الفولدر ده. تمام، عندك دي النسخة الجي بي اللي هتثبتها الأول وتشغل عليها رقم، يعني هتثبت النسخة دي وتشغل عليها رقمك، ركز معايا. تمام، وبعدها هتثبت فوق التحديث بتاع دي. تمام. طيب انا دلوقتي هوريك انا عملت ايه. انا كل اللي عليا ان انا دخلت ثبت النسخه دي، مثلا هتدوس تثبيت فيقول لك كلمه ايه، كلمه المرور. تمام، طبعا الباسورد ده هينزل 6 ارقام، رقمين في رقمين في رقمين، فانت تابع الفيديو ما تقدمش فيه بحيث ان انت تعرف الباسورد. تمام، انا هجيب الباسورد دلوقتي واجي. انا دلوقتي حطيت الباسورد، اديلها كلمه حسنا ديت كده، فيقول لك جاي الاستخراج كده، يبقى الدنيا معاك ايه، فل. طالما تستخرج معاك كده يبقى ايه، انت ايه شغال صح. تمام، هيجيب لك دلوقتي التثبيت. هتدوس مره واحده او دائما اي حاجه. تمام، زي ما انت شايف هيقول لي تثبيت تحديث لهذا التطبيق. تمام، انا هديله تثبيت عشان اوريك بس ان الرقم الاول انت بتشغله على النسخه بدون اي مشاكل. تنزل النسخه الجي بي دي يا اسطى، تمام، وبعد ما بتشتغل معاك على النسخه، تمام، بتقوم انت ايه، بعد ما تشغل رقمك، حتى لو هتعمل حسابين، يعني لو هتعمل حسابين بس مش حساب واحد على النسخه، تحط الحسابين عادي. تمام، وبعد ما تحط الحسابين يا اسطى تقدر ان انت ايه تنزل التحديث، وهتلاقي التحديث شغال معاك بدون اي مشاكل، هتلاقي المود شغال ما فيهوش اي مشكله، ولا يقول لك خروج ولا الكلام الفاضي ده كله. تمام، انا هستنى دلوقتي بس النسخه تثبت. تمام كده النسخه اتثبتت معايا، هدوس كلمه فتح. ماشي، ايقاف الفحص. تمام، هتلاقي النسخه شغاله على نسخه جي بي عاديه خالص بالمميزات العاديه بتاعتها. تمام، تمام، نسخه ما فيهاش اي مميزات، تمام، بس نسخه جي بي معدله. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي مثلا ثبت وشغلت الرقم اللي انا عايز اشغله، مثلا مشغل عليه رقم بولندي اهوت. تمام، رقم البراند ده انا ساحبه ايه من تون وار امبارح. تمام، في ارقام بتشتغل معدل وكل حاجه، بس لازم تسحب الاول على النسخه الرسميه. هاجي بعدها بعد ما خلصت اقوم جاي تثبيت وهثبت ايه النسخه التانية. تمام، هتبدا تستخرج معايا بالشكل دوت، وطبعا النسخه ديت باللون الاصفر الفاجر. وعارف ان 8 دقايق كتير قوي في حوار بس ان انا بشرح لك طريقه التثبيت، بس علشان بس ايه، في ناس كتير دخلت كلمتني بسبب ان هم ما بيعرفوش يثبتوا التطبيقات صح. كده النسخة اتثبتت معايا، هدوس تم كده، هتلاقي بقى تطلع بره كده. تمام، هتلاقي شكل النسخة اتغير. تمام. شكل النسخة اتغير ورجعت ايه للشكل بتاعها. هخش بقى على النسخة وتعالى بقى اما افرجك على النسخة كده في السريع. تمام، عشان عارف ان انا طولت عليك في الفيديو دوت، بس صدقني انا طولت في الفيديو ده لمصلحتك. انا بتكلم معاك في الفيديو مش ان انا طالع مثلا كاتب سكريبت وطالع اقول لك في الفيديو واقفل، لا انا بتكلم معاك يا اسطى كاني قاعد قدامك كده وبشرح لك عادي. تمام، اول حاجه كده تعال نخش على اول حاجه على رسومات الشات الفجره. بص عندك دي يا صاحبي اول خلفيه شات. تمام، طبعا النسخه دي يعني في حب الانمي الفخم اللي هو ناروتو دوت، لان في واحد دخل فضل يتحايل عليا يا جدعان نعمل لنا نسخه من الفيديوهات بتاعت ناروتو، قلت له يا عم ماشي. تمام، ودي دي تاني فيديو. تمام، حاجه رايقه قوي، ودي تالت فيديو، ما اعرفش انا جبت الفيديو ده منين، بس اي حاجه وخلاص. تمام، تعالى نخش على شكل الشات كده الرايق، زي ما انت شايف دي شكل الشات حرفيا الصوره فجره. تمام. تمام، عندك هنا طبعا النص التفجيري، وعندك هنا اللايك والقلب والكلام ده كله. تمام. وزي ما انت شايف كده يا حبيب قلبي، مثلا لو دوست على علامة القنبلة ديت،
هيدينا النص التفجيري اللي هي طبعا لو انت عايز تشوف القنوات بتاعتنا والتحديثات والكلام ده. تمام. وهنا لو انت عايز تعدل على النص وتكتب نص معين، وطبعا ده اللايك والقلب. تمام. وده ايه تحديث النسخه. تمام. تمام. طيب. اللهم صل على النبي. طبعا انت عارف حوار الخصوصيه اللي هنا. تمام. اللي هو اخفاء اسم الشخص. تمام. واللي هي الكلام ده كله. تمام. تعال نرجع كده. عندك هنا طبعا ده قطع النت. تمام. هو ده الطيران. وعندك هنا ده اللايت مود، وانا طبعا في الدارك مود دلوقتي. وعندك ده وضع الشبح. تمام. اللي هو الجوست مود. لو دوست على الثلاث شروط هنا عندك بقى، لو دوست على الخصوصيه كده، إخفاء الظهور، ظهر إنك شاهدت الحالة، ظهر إن رسالة محولة، ظهر إن الرسالة معدلة. تمام. تعطيل المشاهدة مرة أخرى، تعطيل منع حذف الرسائل، تعطيل منع حذف الحالات، إخفاء الصحن الأزرق فقط بعد الرد. وعندك الصح الأزرق وصحن الاستلام وجاري الكتابة وتسجيل الصوت والاستماع للصوت وإعادة ضبط الخصوصية. تمام. الميزات اللي كنا عارفينها عندك هنا طبعا الدردشات، المجموعات، التحديثات، المكالمات. تمام. تمام. تعال بقى كده نخش على الثلاث شروط هنا وندوس على هتلر يوتيوبر ديت. تمام. وتعالى اتفرج بقى على العظمة اللي جوه. تمام. عندك ده طبعا ده الشكل الجرافيكي بتاعك. لو دوست على هتلر يوتيوبر دي كمان مرة، تمام، هيظهر لك ايه الشكل الفجر دوت. تمام. افجر هيطلع على الاب. تمام. تمام. انا طبعا هحول التطبيق. تمام. فده اخر تحديث للنسخه، اخر اصدار. تمام. وعندك دي طبعا ايه قناه اليوتيوب بتاعتنا. تمام. تخش على اللينك هنا هيدخلك على قناه اليوتيوب مباشر. تمام. تمام. طيب. خش بقى على الممنوعات هنا كده. تمام. عندك هنا طبعا المنشن الجماعي اللي كله بيدور عليه، وعندك رابط مشبوهه وتعطيل ايقونه الجيف، تعقيد ايقونه الجيف على الصفحه، وينظر من يعطيك وياخذ منك ادمن. تمام. والغاء الملصقات، تقليل 75 من النص. تمام. عرض مكافحه الكراك. تمام. نص سيم ضد للكسر وضد اتروسوفيون. وعندك اخطاء مكافحه التباطؤ لو النسخه معاك. وعندك تغيير لون النص، تغيير لون النص 2 ضد للكسر. تمام. وعندك علامه فوريه ورساله منتهيه الصلاحيه وازاله سم الحشرات. تمام. وحرق نسخه بمكالمه اهي وشغاله 100%. تمام. ومضاد عالمي للتخلف وكتالوج الحلقة، ترمي نص على هيئة كتالوج وكسر النص في الشات. تمام. ومحصن ضد الاستجابة والغاء الاتصال، الغاء جهات الاتصال، والغاء التأخير CTT. تمام. ولا تتلقى الملء، وصفحة ويب دائرية. تمام. وتعطيل الروابط ولون الروابط. تمام. تمام. تعال بقى نخش على القسم الثاني. عندك هنا اضافات لتر برضو. تمام. عندك وثق الخوف بالحذر زي ما انت شفت اصلا في الشات كان الرقم متوثق واظهار مجموعة منسقات. وعندك هنا عكس الرسائل، لو خدت بالك ان الرسالة لما بعتها كانت ظاهرة ان هي معكوسة، وتقليل تخزين عشان المساحة. تمام. وعندك هنا طبعا ملوش لازمة. وعندك واجهة استخدام الجهاز المناعي، تجاوز تأخير إشعارات، تم إعادة توجيه عدة مرات، إخفاء الأرقام اللي مش متسيفة، توقف عن رؤية الدردشات، حد أحرف الاسم، حد شخصية الدول. تمام. وعندك هنا رسائل غير مقروءة، والصفحة رسائل مكافحة التباطؤ. وعندك إيه وضع الدفاع، عدم استلام الصور. وعندك صور بالذكاء الاصطناعي. تمام. عدم استلام الصور دي بتخليك لو في أي حد بعت لك صورة ما توصلكش. تمام. تمام. عندك طبعا قسم الوثائق هنا انت عارفها. طيب ازاي تعمل المستند والغاء المستند. وعندك هنا ايه فيو ستيت. تمام. عندك هنا ايه ارفع نفسك ادمن تلقائي وزياده مشاهدات الستوري. وعندك عرض رياض في 1 في 2 في 3. تمام. تمام. ماشي. نخش بقى يا باشا على اضافات هتلر. تمام. عندك تعطيل الصوت، قفل الواتساب عند استلام فيروس، ده بيقفل النسخه تلقائي اول ما حد يكرش حاجه ويبعت لك فيروس. وعندك هنا خطا في مكافحه التعطيل. وعندك كراش بالدعوه، تقدر تكرش اي حد بدعوه. مضاد الروبوتات الجديد. وعندك هنا ريبوت مضاد الاخطاء. وعندك هنا العربه. وعندك هنا طبعا ضد جميع انواع الحظ. وعندك هنا عوائق انهيار المناعه. وعندك ايه مضاد اخطاء تاني. وعندك طبعا ملوش لازمه. تمام. والغاء التعطيل. تمام. وتعطيل بسيط لمكافحة الأخطاء. تمام. زي ما انت شفت النسخة فيها شوية إضافات حلوة قوي. تمام. وعندنا هنا طبعا ده شكل النسخة، تقدر تغير فيها براحتك، تغير في الألوان والكلام ده كله والأيقونات. تمام. وعندك هنا iOS. تمام. وعايز تقلب النسخة أيفون. تمام. تمام. وعندك طبعا ايه تفكيك الريكوردات. عندك هنا ايه تفكيك مدة الفويس 1 و2 و3 و4 و5. تمام. تمام. وعندك هنا طبعا النسخ الاحتياطي لو عايز تركب ملف بسرعة. وبس كده يا عم أكون اديتك شرح سريع كده للنسخة. عندك طبعا الحماية والخصوصية. تمام. اخفاء الظهور بقى والكلام ده كله، كل ده انا وريته لك بره. تمام. تقدر تكتشفه بنفسك عشان بس مش هطول في الفيديو اكتر من كده. تمام. وعندك هنا الاعدادات العامه فيها الالوان والستايل والشكل والكلام ده. تقدر تعدل على الوان النسخه براحتك لو انت عايز تعمل شكل معين لنفسك. تمام. وعندك هنا الستايل فيه ستايل ايفون. تمام. والفيسبوك والاندرويد وكل حاجه. تمام. وتقدر برضو تغير ايقونه التطبيق من هنا. تمام. وتقدر برضو تغير نوع الخط من هنا. تمام. فالنسخة جامدة بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش أي مشكلة. وأنا طبعا جبت لك الحل لكل المشاكل اللي كانت بتواجهك في تثبيت النسخة. تمام. وبس كده طبعا الفيديو الباسورد هيكون ظاهر قدامك على الشاشة. تمام. وعندك طبعا هنا مختصرات التنقل برضو اللي هي إيه التنقل بين الصفحات والتنقل في الشات. تمام. وتأثير سقوط الكائنات لو عايز تشغلها. تمام. النسخة شغالة بسم الله ما شاء الله مفيش أي مشكلة. تمام. وحاليا هي مش مطلوب منك أي تحديث نهائي لأن ده آخر تحديث للنسخة. تمام. وممكن تتابع التحديثات الجديدة لو طلبت منك تحديث هتدوس على كلمة تحديث GB واتساب.
تمام، وهتدوس تحديث من الموقع الرسمي يدخلك على اليوتيوب، وقناة التليجرام يدخلك عندنا على التليجرام، وأنا بإذن الله قبل ما النسخة تطلب تحديث هاكون منزّل لك التحديث بتاعها جديد، وبس كده يا رب تقدّر الفيديو، والسلام.